تعالى خد هاني بنخلص دي بس. بنخلص دي تعالى لي بس. ماشي يا باشا. عايز تجيبه على اللي هيفوق. يا باشا عشان كده وقال لي يا جماعه دي مصر والشرق الاوسط حلو قوي. بدل اللي هنبدا بيه بس انا بجيب حضرتك واحده حوالي. ماشي؟ ماشي يا باشا. تعالى يا استاذ كريم، عاوزين سوا يقعد. شفت كده؟ لا استنى. اتفضل اتفضل. ايه بيه؟ صورت صح كده؟ عايز تشوف حاجة؟ هو ايه ده؟ هو هنخش المكتب اللي جوه. لا لا دي بس هجيب الورق بس هجيب الورق بس طبعا حضرتك الفيديو ده جميل. تدخل على الكمبيوتر هتلاقي ايه؟ تحت الشبشب تحت يلا حضرتك من ورا انت عشان الشبشب. ماشي يا باشا. يلا رجاله يلا رجاله البس الدريلات البس الدريلات يا رجاله. جوه البس الدريلات. خدتوا صور ثابته كده؟ نعم صور ثابته ما عملتش. خدوه على ثابته انت. خدوا على ثابته؟ طيب ما لازم ناخدهم على ثابته مع بعض. ماشي. لا عليك يا كابتن، انا عايزك يا كابتن. جمع جمع وراح على درجه. افتح اكشف الملعب مين؟ لا كده لازم الاسم تبغى شويه. الاسم يبغى شويه. ايه؟ كده
لم وراه لم وراه عم العب العب علي رزق علي رزق علي رزق علي رزق أقسام هاي بص فوق بص فوق ايوه ايوه بص الناحية الثانية عدي أقسام أقسام هاي يا ولد هاي وشك أقسام لما تجيش اهو كده وش اهو كده اهو كده يلا بينا معلش اخطا خد بالك هنفوق هذا اللي وراه كويس قرب من وراه اخطا كويس والله في مش عايز اقول لك يا مين مش عايز اقول لك يا مين مش عايز اقول لك على بعض العب كابتن علاء حر هي اعمل فتحة اوفر وضع المعدول يلا كويس بس عمرو بس هاني حر يا رجاله حر يا ولد يا لعيب
استلام. تحتيك. كورنر تاني. عمرو خلاص يا عمرو خلاص. احسن. ايده رجل. هتاخد يا عمرو يا شيخ ولا هاني؟ كويس. روح. هايل يا ولد هايل. الله هيقوي طمع على فيلك. شوف يا كابتن علاء. شوف يا كابتن هات الشنطه الطبيه عشان معلهاش حد. طيب يا جماعه اما تلعب واحده والثانيه تحتيك هي معلش جول. كويس يا هاني يلا ارجع جمع واحد قرب بس 3 4 كويسه يلا تاني واحد سمكة تعال 4 5 6 7 8 كده 9 فيتو يلا خلاص سيبها ميني كله لعبك خلاص نفس المشكله هي واحد فيهم لازم يفضل بص يا كابتن نفض كابتن رزق
لسه بدري يا مينا، لسه بدري. سلم على كابتن القطط كابتن خالد ايدو نصر فين يا نصر وحش قوي يا كابتن علي محمد علي سلم عايز محمد لا مش هتكمل. لا مين اوريس
العب عنده اهو. اكشف 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 كمل يا عم كمل بس معلي صوتك بقى شويه ماشي. يلا يا استاذ معلي صوتك. بص ماشي شغال مع الاستاذ ايهاب السيد المدير المالي والاداري لنادي فاركو. بس ماشي يا باشا. مع الكابتن. والله حضرتك انا مسؤول عن الاداريات الخاصه بشؤون اللعيبه والجهاز الفني، بالاضافه الى الماليات اللي بتصرف تحت رعايه رئيس مجلس اداره النادي، وما يطلبه الجهاز من متطلبات اداريه او ماليه. من خلال صعود الفريق ماذا ترى في الفتره دي؟ والله بص بالفريق بتاعنا احنا بنحاول ان احنا نلبي كل طلباته ومنتظمين معاهم في التدريب، واي شيء بيطلبوه بيتوفر له، وده بيعمل حافز جيد للاعبين. ماديا النادي للفريق. والله بص هو حضرتك برضك احنا بنصرف تحت استطاعه رئيس مجلس الاداره. شايفين ان الراجل موفر لنا كل حاجه بصراحه يعني، ومبسوطه والحمد لله يعني. ماذا نرى جميل؟ والله احنا عندنا برضك كم مباراه قويه في الفتره القادمه، وطبعا التوفيق المصري من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله لقاء جديد ولقاءات جامده مع المباراه القادمه. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. تعالى يا استاذ. الكابتن احمد متصدر المجموعه ب 24 نقطه، واحنا النهارده كره بلدنا عاملين لنادي فاركو. اهلا بيك في كره بلدنا. اهلا بيك يا كابتن، مشرفينا ومنورينا. النهارده معايشه مع فريق فاركو المتصدر المجموعه 14. ماذا ترى في هذه الفتره؟ والله الحمد لله رب العالمين اللي احنا فيه. انت عارف حضرتك ان احنا متصدرين المجموعه في نهايه الدور الاول ب 24 بونت من 10 مباريات. كسبنا 7 وتعادلنا 3، لنا 20 هدف وعلينا 7. نعتبر احسن هجوم وطبعا تاني احسن دفاع. طبعا انت عارف حضرتك ان اللي بيبقى محتل الاول بيبقى يعني عليه مسؤوليه كبيره. المسؤوليه الاكبر ان احنا نحافظ على القمه اللي احنا فيها نهايه الدوري، لان طموح فاركو انها تبقى في الدوري الممتاز السنه الجايه ان شاء الله. الوصول للقمه سهل، اما المحافظه عليها سهل. اكيد. ماذا ترى في الفتره القادمه من خلال العناصر الجديده في الفريق؟ والله احنا بنحاول نخلي من ثقافه الولاد في الملعب ان زي ما حضرتك بتقول الوصول للقمه صعب، انما الاصعب الحفاظ عليها. فبنحاول نخليهم اكتر تركيز واكتر تحمل مسؤوليه عشان فعلا يطور اللاعبين. سمه غالبه على نادي فاركو. ماذا ترى؟ حقيقي فعلا الناس المسؤوله عن الفريق كجهاز فني وقبليهم مجلس اداره اسره واحده. يعني حضرتك لازم تعرفوا ان الفاركو عاملين ومجلس اداره وناس مسؤولين على الكوره في النادي. تطعيم الفريق بعناصر جديده. والله يا كابتن حضرتك ان في يناير الناس ما بخلوش علينا باي حاجه، يعني منتهى الامانه احنا جبنا عنصرين من الممتاز به، يعني عشان تعرف حضرتك مدى يعني اهميه الكلام ده.
لعيبه استنت عن تكونها في ممتاز به عشان تلعب معانا، لانها منظومه اساسها النجاح. كل المقومات النجاح موجوده فيها. منتهى الامانه الولاد نزلوا ممتاز به عشان يلعبوا في فاركو، عندهم طموح ان هم يطلعوا ممتاز به تاني ويشدوا بأزر فرقه. كابتن عمرو الشيخ جاي من النادي الاولمبي، كابتن رزق عبد الحليم جاي من نادي العبور، والاثنين كانوا ممتاز به، بس كلهم ينزلوا ممتاز به لفاركو لانه عارفين ان كان فاركو اكبر واكبر، وان شاء الله في الدوري الممتاز ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والصعود للقسم الثاني باذن الله. يا رب، ونتمنى ان شاء الله اللقاءات بتبقى معاكم واحنا اول باذن الله. لفريق فاركو ما مهام المدير؟ اهلا بيكم في الساده القناه. ما المهام المكلفه للكابتن احمد ابراهيم كاداري لفريق فاركو؟ والله المهام الاداري بتاعي انا بتعامل مع الناس كانهم زمايل معايا في الاداره، ما بحسسهمش ان انا كاداري ولا لعيب، بيتعاملوا كلنا اسره واحده عشان نوصلوا لهدفنا اللي هو الصعود للممتاز به. فبنتعامل معاهم، بنوفر لهم كل شيء هم يحتاجوه بحيث يأدوا الاداء المناسب لشركه فاركو. طيب الاداء العملي لحضرتك من خلال ورقياتي وسكوري، وطبعا بيبقى في انتظام طبعا عشان طبعا يبقى احنا داخلين على مرحله صعبه، فلازم يبقى مثلا لعيبه منتظمه وكل ما يحتاجوه توفر وغير ذلك. هو حضرتك احنا عندنا كل اللاعبين دلوقتي على ثقه، احنا مع ثقه مننا ليهم اللي هم قد المسؤوليه، لان احنا داخلين على مرحله صعبه. غير الدور الاول احنا ربنا كرمنا ب24 نقطه وماشيين متصدرين، فطبعا كله من عامل الغرفه لحد مجلس الاداره كلنا على قد المسؤوليه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي المرحله اللي جايه دي على خير، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى في الممتاز به. بالتوفيق يا كابتن احمد، واهلا بيك في البلد. يلا يا كابتن تعالى خش كده باين كده باين. باين معاك. طول يا كابتن، طول انت قاعد يا مجدي. كل واحد وانت ماشي وانت ماشي كده باين يا هاني. ماشي اهو. ده ميدة. كله يمسك الخلفيه. يلا يا رجاله مع بعض مع بعض. هذه الكاميرا ما بتتحركش يا هاني. حركه والله. اشتغل مع احمد نصر كابتن، وهنا في واحد مع واحد. يلا عمرو يا شيخ ولا المنظومه. يا كابتن مروان. لا احمد نصر. لا شيخ خير الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه. احمد نصر بص يا شيخ. احمد نصر. في عبال الناحيه دي السوق دي. كابتن علاء كابتن مدرب اصبر غير. انا اعمل ايه تاني؟ احسن يا اولاد، احسن يا ميمي. كويس يا رجاله، كويس. احسن يا رجاله. مع الكابتن علاء اياد المدرب المساعد لنادي فاركو. اهلا بيك في كره بلدنا. اهلا وسهلا بيك. ما المهام المكلفه لحضرتك من خلال فريق فاركو؟ والله طبعا انا بشتغل مع جهاز محترم، مع الكابتن احمد قنص رئيس الجهاز المدير الفني، معنا الكابتن خالد امين مدرب عام، انا مدرب مساعد. طبعا كلنا راجل واحد، بنعمل في سيستم معين، هدفنا ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى في الدوري الممتاز به. طبعا التكليفات اللي بيكلفني بيها المدير الفني اللي هو كابتن احمد قنص بنقوم بيها على اكمل وجه حسب التعليمات اللي هو بيقول عليها. في وحده تدريبيه بقول هنعمل في الوحده التدريبيه 1 2 3 4 بننفذهم كما هو يقال، عشان خاطر برضه نلتقي بالفرقه، يبقى عندنا مثلا مخزون بدني عالي، ان احنا نكمل لاخر السيزون ان شاء الله ونتوج بيه ان شاء الله للدوري الممتاز به ان شاء الله. خلال صعود الفريق لقمه المجموعه يلي الترام واحتلالكم 14 نقطه والمركز الاول، ماذا ترى في الفتره 24 نقطه والمركز الاول، ماذا ترى في الفتره القادمه؟ والله انا في الفتره القادمه اصعب من الفتره اللي فاتت، لانه طبعا الصعود للقمه صعب، بس اللي انت تحافظ عليه اصعب من الصعب.
واخد بالك انت. فالفتره اللي جايه ان شاء الله صعبه جدا، واحنا عشان نحافظ على القيمه بتاعتنا ونبقى ان شاء الله هدفنا اللي احنا بندور عليه ان احنا نبقى في الممتاز به، لازم نسعى بكل مجهود وبكل قوه في التدريب بتاعنا، نجتهد فيه ونحافظ على القسم الثاني. واهلا بيك في كره البلد. اهلا بكم، شاكرين ليكم، واحنا بنشكركم جدا جميع الجهاز اللي موجود، استاذ فاضل واستاذ جمال، شكر خاص للاستاذ عبد الناصر زيدان، واحنا مشكورين جدا ليكم واهتمامكم بينا ان شاء الله. شاكرين جدا. شكرا. اتفضل. محمد علي. محمد علي صوت. اهلا بحضرتك وكاميرا كرة بلدنا شرفتنا هنا في ملعب نادي فاركو. احنا شرفين بيكم النهارده ومنورينا يعني. مهام كابتن الفريق ورئيس الفريق مسؤولية كبيرة عليك، ماذا ترى في هذه المهام؟ والله زي ما حضرتك عارف طبعا كابتن فريق زي حضرتك قلت مسؤولية كبيرة. كان بيبقى مكلف دايما ان هو بيلم لعيبته وبيحفزهم دايما في وقت الخسارة لا قدر الله، هو اللي بيرجعهم لروحهم تاني. في وقت المكسب طبعا هو اللي بيحاول يجيب لهم حقوقهم من الناس من إدارة النادي وكده. ودايما هو يعني المفروض يكون بيبقى قدوة كل اللعيبة. تمام. ان شاء الله في الفترة القادمة مهام اصعب. تمام. فكيف ترى بعد احتلالكم قمة المجموعة ب 24 هدف؟ الحمد لله. طيب ماذا ترى انت وزملائك في الفترة القادمة؟ احنا الفترة القادمة زي ما حضرتك عارف طبعا ان انت تحرز المركز الاول او تبقى في المركز الاول، دي مسؤولية كبيرة، والاصعب ان انت تحافظ على المركز ده. فاحنا كلنا هدفنا واحد ان شاء الله، ان احنا نحافظ على كل واحد هيبذل اقصى مجهود ليه ان هو يعلى باسم فاركو ان شاء الله ونصعد ممتاز بيه. ده هدف كل الناس في النادي هنا من اكبر واحد لاصغر واحد ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن محمد، واهلا بيك في كرة بلد. شرفتني. هداف فريق فاركو، اهلا بيك في كرة بلد. السلام بحضرتك. المهام القادمة لفاركو تتطلب هداف، تتطلب مجهود من الزملاء، ماذا ترى فيها؟ طبعا ان شاء الله احنا عندنا طبعا درجه ثالثه صعبه جدا، وعندنا كام فرقه بتنافس معانا جامدين جدا، نادي الترام، نادي بدر، رشيد، فرقه كويسين وبتاع. بس احنا ان شاء الله باذن الله ناخد ماتش بماتشه. عندنا الماتش الجاي بدر هنا على ملعبنا ان شاء الله ناخد 3 بونت، وبعد كده عندنا الترام بره ناخد الماتش بماتشه، وان شاء الله ربنا يكرمنا. مساعدة الزملاء في الاداء وصناعة الاهداف تتطلب احراز العديد من الاهداف لاتمام مهمة فاركو. طبعا يعني عندنا زملاء لعيبه كويسه محترمه هدافين، جايبين فرقه لعيبه من بره النادي الاولمبي، جايبين عمرو الشيخ، جايبين رزق من ابوه، لعيبه كويسه بيساعدوني بصراحه من اول السنه دي. الحمد لله يعني ربنا يكرم ان شاء الله. عدد اهداف الكابتن هاني 5. في زملائك حرزوا اهدافك ولا؟ معايا عمرو الشيخ جاب 3، واحمد ناصر الشيخ جاب 3، ورزق جاب 2، وميدا جاب 2. تتطلب المسافة او الفترة القادمة اعداد جيد للفريق. طبعا عدد جيد لجديدنا اول يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرم. هناخد الماتش زي ما قلت لحضرتك، وفي خير يقدمه ربنا ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا يكرم وان شاء الله هنكسب يعني ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق كابتن هاني، واهلا بيك في كرة بلد. الله يخليك. مع الكابتن زيزو حارس مرمى فاركو، اهلا بيك في كرة بلد. اهلا بيك ونورت ملعبنا ونورت واسكندريه كلها. شكرا لك. حراسة المرمى تتطلب جهود بدني رائع والزود عن مرمى، ماذا ترى في ذلك؟ والله بص الحمد لله الكابتن جمعه معانا مدرب حراس عامل معانا شغل عالي من ساعه ما بدا معانا السنه. في تدريب خاص لينا بعيد عن الفرقه، ساعات بتجيلنا قبل التمرين بتمرينا. الحمد لله احنا قادرين ان احنا نبقى عارين فرقه فاركو، لان احنا نادي كبير مسؤول عننا رئيس النادي الاستاذ عز عامل معانا شغل جامد، مش مقصر مع اللعيبه في اي حاجه، موفر لنا كل الاتاحه ان احنا باذن الله ان شاء الله نصعدوا باذن الله بالفرقه الممتاز باذن الله. المنافسه على حراسه المرمى تتطلب مجهود اخر بين الزملاء، كيف ترى؟ هي طبعا في منافسه شريفه بيننا، احنا معايا احمد سعيد ورمضان 2 زمايلي بنتعاملوا اخوات، احنا ال3 واحد كلنا على قلب راجل واحد، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، احنا اللي بره خالص زي اللي احتياطي زي اللي في الملعب، احنا ال3 بنخاف على بعض، مستوى واحد في الاداء، فبنخاف على بعض. فالحمد لله اللي انا الحمد لله بلعب ربنا كارم والدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله الحمد لله. خلال الفترة القادمة من المنافسة الشرسة بين الفرق، استعداد حضرتك
والزملاء اللاعبين، ليس على حسب المرمى فقط ولكن العناصر الدفاع والوسط والهجوم. هو مجمل الفترة اللي جاية ان احنا خلاص احنا دلوقتي الحمد لله راكبين اول بفرق بونت عن نادي الترام. المنافسة قوية جدا، ملعب جوه الملعب في حياتنا الخاصة ان احنا نركزوا الفترة اللي جاية دي لان خلاص هي حياة او موت. احنا قدامنا 10 ماتشات بالاخص الاربع ماتشات الجايين، مركزين تركيز ان احنا باذن الله الاربع ماتشات الجايين دول لو باذن الله كسبناهم يبقى وصلنا بمرحله مثلا 70 80% بمرحله الصعود. فاحنا عزمنا كلنا على مع نادي فاركو على ناتي في اللقاءات القادمه خلال مباريات الدور الثاني، على ان ناتي بالمزيد في كل جديد. رأفت حلمي، برنامج كرة بلدنا. والان الى الاستوديو مع الاستاذ عبد الناصر زيدان، ايمن عبد الصادق والاستاذ محمد باهي.